عبد الرحمن بهدوء وثقة: أنا لا أطلب منك أن تريني العقل، بل أطلب منك أن تريني نتائج العقل. كررها بهدوء: أرني نتائج العقل. تراجع واتكنز قليلا إلى الوراء، وبدأ يدرك إلى أين يتجه هذا الحوار. قال متلعثما: هذا مستحيل. ابتسم عبد الرحمن وأومأ برأسه موافقا: بالضبط، لا يمكننا رؤية العقل، لكننا نعلم أنه موجود، لأننا ندرك تأثيره في التفكير، في القرارات، في الابتكارات. ثم تابع الأمر نفسه مع الله: قد لا نراه مباشرة، لكننا نرى آياته في كل مكان، في النظام المثالي للكون، في دقة القوانين الطبيعية، في وجود الحياة التي نشأت من العدم. بدأت تعابير الوجوه المتعجرفة في التغير، وتحولت السخرية إلى تفكير عميق. همسات الحضور تصاعدت، فالمنطق بدأ يفرض نفسه. حاول واتكنز سريعا أن يستعيد زمام الحوار: لكن العقل جزء من الإنسان. نحن نعلم بوجوده لأننا نستخدمه بأنفسنا. كيف تثبت أن إلهك موجود؟ وكيف تعرف أن من تعبده هو الإله الحقيقي؟ ابتسم عبد الرحمن بهدوء وأجاب: أستاذ، هل تؤمن أن كل شيء في هذا العالم له سبب؟ قال وتكنز دون تردد: بالطبع. قال عبد الرحمن: إذا إن رأيت منزلا جميلا بتصميم معقد، هل ستصدق أنه ظهر من العدم دون أن يبنيه أحد؟ أجاب وتكنز ساخرا: بالطبع لا. فقال عبد الرحمن: فماذا عن الكون الذي هو أعقد بكثير من أي منزل؟ سادت القاعة لحظة صمت، ثم تابع عبد الرحمن بصوت هادئ: قل لي أستاذ، كيف لشيء ضخم ومعقد مثل الكون أن يظهر دون أن يخلقه أحد؟ لم يجب واتكنز مباشرة، كان يحاول العثور على ثغرة لكنه فشل. قال أخيرا: يمكنني قبول وجود قوانين طبيعية تحكم الكون، لكن هذا لا يثبت وجود إله، إنه فقط يثبت أن الكون يعمل تحت نظام معين. اندفع عبد الرحمن للرد بسرعة: وما الذي أنشأ هذا النظام؟ فتح واتكنز فمه لكن لم تخرج كلمات. أقف من جديد مدركا أنه يسير مباشرة نحو فخ منطقي محكم. تابع عبد الرحمن بنبرة هادئة ومتماسكة: لقد وضح القرآن هذه الحقيقة منذ أكثر من 1400 عام في سورة الطور. توقف لحظة ليعطي للكلمات وزنها، ثم قال: هذه الآية تواجه الفكر البشرية مباشرة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الطور 35. من المستحيل أن يأتي شيء إلى الوجود دون سبب، ومن المستحيل أيضا أن يخلق الشيء نفسه. إذن لا بد من وجود خالق وراء كل ذلك. ارتفعت همسات الجمهور. لم يعد أحد يضحك، بل بدا الجميع يفكر بجدية. تنفس واتكنز ببطء، ثم رسم ابتسامة خفيفة مرتبكة وقال: أنت ذكي أعترف بذلك، لكن هذه المناظرة لم تنتهي بعد. لا زالت لدي أسئلة تحدد الكثير. أومأ عبد الرحمن بابتسامة هادئة: تفضل أستاذ، أنا جاهز. أصبح الجو في الغرفة أكثر توترا. ما بدا كعرض أحادي الجانب تحول الآن إلى معركة حقيقية للعقول. وكان عبد الرحمن يثبت أنه ليس خصما سهلا. لم يتحدث فقط بإيمان، بل بحجة عميقة نافذة. وعلى الرغم من الضغط